برحب بحضراتكم. اللغة العربية الفصحى هي لغة القرآن الكريم، هي اللغة التي نستخدمها في أشياء كثيرة، نستخدمها في كتابة النثر والشعر والكتب الجامعية والمواد الدراسية، ونستخدمها في كتابة المخطوطات وكتابة أشياء كثيرة وهي معروفة بالنسبة لنا. أما اللغة العامة أو اللغة العامية هي اللغة السهلة التي تسير بلا قواعد نحوية أو صرفية، لغة فجائية، لغة متغيرة، لغة متنوعة ومتعددة. يستطيع الشاعر أن يكتب بالفصحى ويستطيع أن يكتب بالعامية، ولكن عندما يكتب الشاعر بالفصحى والعامية فبالتأكيد هناك قدرات خاصة عند هذا الشاعر. معنا اليوم ضيف من هذا النوع نتعرف عليه من خلال هذا التقرير. هو مبدع، يجسد حالة خاصة من العطاء، فقد ساهم في إبراز العديد من المواهب في مجالات الأدب المختلفة: الشعر، القصة، الرواية والنقد، وذلك من خلال صالونه الأدبي بقريته مرصفة. هو شاعر يرى أن المواهب المبدعة كثيرة في كل ربوع مصر، قراها ومدنها وبواديها، وعلينا أن نشجعها ونعطيها الثقة والاهتمام لنحصل على مشاريع عظيمة لأدباء سيثرون حياتنا الثقافية في المستقبل القريب. شاعر يؤمن بهذا ويحمل بين جوانحه رغبة صادقة وعزيمة حقيقية لتحقيق حلم الجمال والرقي في حياتنا. صدر لشاعرنا عدد من الدواوين ما بين الفصحى والعامية، منها اذكريني، قراءة في كتاب الفطرة، حروف على صفحة القلب، دماء على جدران التاريخ، في معية الله، للعشق رائحة البحر، الله عليك يا زمان الطيبين، خفقات في رحاب مكة، وديوان لسه مستنيكي. له كتابات وقصص شعرية خاصة بالأطفال، منها شروق والقمر وتسابيح الزهور. قررت بعض أبيات من قصائده للطفل على بعض المراحل التعليمية، وله عدد من الدراسات النقدية، منها رؤى نقدية لتجارب شعرية، تأملات أدبية. شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات الأدبية، ورد اسمه وسيرته في أكثر من معجم من معاجم الشعراء العرب، ونال العديد من الجوائز والتكريمات عن أعماله الإبداعية. ضيف هذه الحلقة في برنامج بالريشة والقلم الشاعر رفعت المرصفي. أستاذ رفعت، مساء الخير، تشرفنا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، الشرف لينا.